كيف للقليل من الخضروات وبعض من التوابل والحبشتكنات أن يصنعوا بفتيكا رهيبا يفوق في نكهته أفخر أطباق اللحوم في أغلى الأوتيلات؟ حقا يا لني من ساحرة. انت كمان بقى يا ساحرتي الجميلة، هاتيلي قرنبيطاية صغننة كده واسلقيها لي مع شوية كمون. وعلى فكرة ممكن تستبدلي القرنبيط بكوسة أو بطاطس أو بدنجان مبشورين، الخضار اللي تحبيه استخدميه. اضربي لي القرنبيط في الكبة كده اهو، وضيفي له معلقتين كبار توم على شطة، وزيهم بقدونس أو كزبرة خضراء، معلقتين طماطم من غير بذر أو عصير، وزيهم فلفل ألوان، ويا سلام كمان على قرن فلفل شطة للكيف. انزلي على الخضار الجميل ده بقى ب4 بيضات مع معلقة صغيرة فلفل اسود على جوز الطيب، وزيها كزبرة ناشفة، وزيها كمون، وزيهم كركم، معلقة كبيرة ملح. واخلطي لي الجمال ده بقى كله كده مع بعضه. نلم المكونات بكوباية إلا ربع دقيق مكملينهم بنشا، مع مراعاة ان ممكن مقدار النشا يزيد شوية على بقى حسب حجم البيض اللي بتستخدميه او المية اللي في الخضار بتاعك او حجم الخضار بتاعك وكميته، فزودي لحد ما تاخدي عجينة شبه دي كده. وما ننساش معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر، بتدي قرمشة وهشاشة تجنن. بالمعلقة كده بقى خد الخليط بتاعك وعلى الزيت ياخد طبقة من تحت اقلبيه. وطبعا الناس اللي ما بتحبش الزيت يقدروا يعملوا اللي هقولكوا عليه ده. انزلي بنفس خليط الخضار ده على ورق زبدة وحطيه في الفريزر، ولما يتجمد ممكن تقليه في الاير فراير، او ممكن اقتراح كمان انك تحطيه في الكبات بتاعة الكب كيك وتدخليه الفرن، هيطلع معاكي شكل المافن. وتقدري كمان تستبدلي الدقيق والنشا بدقيق الشوفان كخيار صحي اكتر. وشوفوا لي بقى يا جماعة الجمال الذي لا ينقصه سوى شوية جرجير في لقمة عيش بلدي مع شوية طحينة وعصرة ليمون. وصدقوني هتنسوا اللحمة خالص لما تجربوا البديل الرائع بديع النكهات ده. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، تعرفي إيه أهم حاجة في اللقمة الحلوة؟ انتي. والله انتي بالك الرايق وذوقك الحلو في اختيار كل التفاصيل قادر يخليكي ترسمي لوحة وتحولي أبسط المكونات لوليمة. فكوني رايقة ليس من أجله بل لأجلك أنت. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم كده وسحرتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهي.